السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيه وصفة حلوة جدا، من اجمل الوصفات اللي انا بحبها قوي. حاجة كده سهلة وسريعة ومكوناتها موجودة في كل البيوت. هنعمل مع بعض النهارده طاجن لسان عصفور بالصدق، حاجه كده دايبه دوب، حاجه كده تحفه. مكوناتها موجوده في كل البيوت. الاكله المنجزه، انا مسميها الاكله المنجزه. صاحيه من النوم متاخره، تعبانه، عايزه حاجه سريعه، كنت في مشوار، جايه متاخره، جايه من الشغل متاخره، عايزه حاجه تنجز معاكي في 10 دقايق تكون خلصت، ومكوناتها موجوده في كل البيوت. يلا مع بعض نشوف مكوناتها ايه ونعملها مع بعض. اول حاجه كده الكميه اللي معانا على حسب الاشخاص اللي هياكلوا، شوف العدد اللي هياكل واعمل الكميه المناسبه معاه. اول حاجه معانا كوبايتين لسان عصفور، معانا فلفل اخضر متقطع، عندك فلفل حامي حلو جدا، عندك فلفل الوان يا سيدي على الجمال، معنا طماطم متقطعه وبصل متقطع. اللحوم بقى انا مستخدمه النهارده صدوق، انتي ممكن تستغني عن الصدوق وتبدلي مكانه لحمه مفرومه، فراخ، كبد وقوانص، لحمه، كاليماري، جمبري، اي حاجه موجوده عندك متوفره تستخدميها. نستخدم كمان صلصة، عندك صلصة متسبكة على جنب حلو جدا، ما عندكيش يبقى الصلصة اللي هي الجاهزة اللي هي العلب. هناخد معلقة واحدة من العلبة دي، عشان العلبة دي اللي هي الصفيح ده بيبقى خام تقيل جدا. هي دي بس مكوناتنا، مكونات بسيطة موجودة في أي بيت متوفرة عندنا، وحاجة كده سريعة نروح نطبقها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي في 10 دقايق تكون الأكلة جهزت وزي العسل مع بعض. يلا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعملها ازاي. أنا النهاردة هعملها في صينية عشان ما عنديش طاجن. انت لو عندك طاجن يا ريت تبقى حلوة جدا في الطواجن، بس مش متوفر عندي، هعملها في الصينية. هناخد معلقتين سمنة على معلقتين زيت. اول حاجه هننزل بيها لسان العصفور. طب ليه مش هتنزلي بالصدوق؟ الصدوق اللي معانا جايباه جاهز من السوبر ماركت، مش جايباه من الجزار. لو من الجزار يبقى انزلي باول حاجه الصدوق، لكن ده عشان انا جايباه من السوبر ماركت اللي هو الكياس اللي بتتباع للشركات يعني، هننزل بيها تاني حاجه. لكن لو انت جايباه من الجزار بيبقى فيه اللحمه بتاعته عايزه سوا شويه على النار، تمام كده. لكن ده اللي هو متلج ده بيبقاش مستحمل النار، تمام كده، فاهمني؟ هننزل باول حاجه لسان العصفور، هنديله تقليبه بسيطه، مش هنحمره تحمير اللي هو كانك هتعملي شوربه لسان عصفور، لا، هنقلبه تقليبه بسيطه جدا، هيشم بس ايه، ريحه السخونيه وريحه الزيت كده. وهننزل بعد كده بالصدوق اللي معانا. بالصدوق اللي معانا. طب انت لو عندك حاجه تاني غير الصدوق هننزل بيها بعد لسان العصفور؟ لا طبعا، يعني لو لحمه مفرومه، فراخ، كاليماري، كبد وقوانص، لازم تنزلي بيها اول حاجه. او حتى لو صدوق من الجزار برضو هتنزلي بيه اول حاجه. بعد كده اول ما تديله تشويحه وتلاقي الحاجه اللي معاكي استوت تنزلي بلسان العصفور. لكن لو صدوق اللي هو بتاع الشركات اللي بتجيبيه من السوبر ماركت عادي، تنزلي بيه تاني حاجه زي ما شفتوا كده عشان حالا بيستوي. طب لو انت هتعمليها باللحمه، اللحمه العاديه بتاعتنا اللي احنا بناكلها العاديه دي، هتسلقي اللحمه عادي خالص كانك بتسلقيها، هتطبخيها وهتطلعيها بعد ما تستوي من الشوربه، وهتشوحيها زي الصدق بالظبط. يعني بعد ما تشوحي لسان العصفور واللحمه بتاعتك استوت وتمام وطلعت شوربه زي العسل، هتطلعيها من الشوربه وهتنزليها زيها زي الصدق بالظبط. الغلطه الوحيده اللي غلطتها النهارده ان انا قطعت الصدوق ونزلت بيه. الصدوق اللي احنا بنجيبه الجاهز ده من السوبر ماركت ده بيتشوح زي ما هو كده سليم، وفي طاسه وحديه كده على جنب، وبعد ما يستوي تطلعيه تقطعيه التقطيعه اللي تناسبك وتشوحيه بعد لسان العصفور. لكن عشان انا قطعته في الاول نزلت بيه داب زي ما شفتوا كده اتهرى، عشان زي ما قلت لكم هو متلج مش بيستحمل. بعد ما شوحنا الصدق حلو جدا هننزل بالبصله اللي معانا، هنشوحها حلو جدا. احنا مش هنخليها تحمر طبعا، احنا يا دوبك بس تشم ريحه الزيت. بعد كده هننزل بكميه الفلفل اللي معانا، عندك فلفل الوان حلو جدا، فلفل حامي زي العسل، بس المتوفر عندك اعملي بيه. انا لقيت فلفل اخضر مشيت بيه، برضو هيشم ريحه السخونيه بتاعت الزيت. وهندي لهم تقليبه كده في قلب بعض زي ما شايفين كده، مش هنسيبهم يتحمروا جامد عشان لسان العصفور مش بيستحمل، يا دوبك تشويحه بسيطه كده يشموا ريحه السخونيه بتاعت الزيت. بعد كده هننزل باخر حاجه معانا الطماطم المتقطعه، طبعا عشان دي فيها ميه بنخليها اخر حاجه معانا. شفتوا كده انا وبشوح في المكونات لقيت الزيت نقص معايا، كان محتاجه زيت، ضفت لها زيت تاني. يعني انتوا بتشوحي في المكونات لو لقيت الحاجه نشفت ومحتاجه زيت ضيفي زيت او سمنه عشان الحاجات تتشوح معاكي. واخر حاجه زي ما شفتوا كده نزلنا بالطماطم اللي معانا عشان طبعا فيها ميه بنخليها اخر حاجه معانا.
ونزلنا زي ما شفتوا باخر حاجه معانا الطماطم، طبعا بنخليها اخر حاجه عشان زي ما قلت لكم فيها ميه، بنخليها اخر حاجه. هنديها تشويحه بسيطه مش تشويحه جامده. شايفين المنظر، الالوان حاجه كده تفتح النفس، الوان الخضار كده في لسان العصفور تحفه، وريحته تحفه من قبل ما يستوي، الريحه تحفه. اخر حاجه هننزل بيها معانا الصلصه المتسبكه او الصلصه الجاهزه، بس ما يكونش صلصه مش متسبكه، يعني ما تجيش تضربي الطماطم في الخلاط وتنزلي بيها، لا، اهم حاجه تكون متسبكه. احنا مش متوفر عندنا طماطم متسبكه، هننزل بالصلصه اللي هي العلب، بس خدي بالك الصلصه اللي هي اللي بتبقى في الصفيح بتبقى تقيله وخام، هناخد منها معلقه، ما تكونش مليانه جامد عشان خاطر زي ما قلت لكم تقيله. وهننزل بالتوابل اللي معانا، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بس كده، مش هضيف لها توابل كتير عشان ما يضيعش طعم الاكله. التوابل الكتير في الاكل بتضيع لك طعم الاكل. التوابل البسيطه اللي احنا متربين عليها، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بس كده. وهنديها تقليبه كده عشان نفك الطماطم. وهكون غاليه ميه زي ما شايفين كده، انا بغلي ميه من اول ما ابتديت الوصفه، او انتي عايزه تغلي ميه في الكاتل زي الفل. هننزل بالميه المغليه اللي معانا، لازم تكون ميه مغليه كانك بتسقي الرز بالظبط. هنديها تقليبه حلوه جدا عشان كله يدخل في قلب بعض والتوابل اللي معانا تدوب. انتي لو حابه تضيفي مرق الدجاج ضيفي، انا النهارده ما حبيتش اضيف مرق الدجاج، لو انتي حابه ضيفي، بس خلي بالك لو انتي ضايفه فراخ ضيفي مرق الدجاج فراخ، لو انتي ضايفه لحوم ضيفي مرق الدجاج اللحوم، لو انتي ضايفه اسماك ضيفي مرق الدجاج اسماك. تمام كده. انا ما حبيتش اضيف مرق الدجاج، انت حابه ضيفي. وهنهدي عليها النار عشان ما تلاقيش النار عاليه شربت الميه ولسان العصفور معاكي محتاج ميه ولسه ما استواش، لا، هدي عليها النار عشان يتشرب الميه بتاعته لسان العصفور. ادي كده احنا هدينا عليها النار وغطيتها وسبتها مع نفسها. ابتدت كده لسان العصفور يدخل في السوا زي ما شايفين. لقيت محتاج ميه، ضفت له ميه عشان خاطر احنا مش عايزينها لسان عصفور ماسك كده جامد، لا، انا عايزه يبقى فيها ايه، صوص شويه كده. وهغطيها واسيبها مع نفسها على نار هاديه تاني لحد ما الاقي لسان العصفور معايا استوى سوا تماما. بعد كده هطفي عليها واخدها ادخلها في فرن البوتاجاز. طب ليه هي استوت؟ عشان تاخد بس وشي معايا واحس ريحه الفرن كده في الصينيه، فاهمين؟ ادي كده غطيتها وسبتها مع نفسها. لقيتها خلاص لسان العصفور استوى وبقى مية مية، والخضار معايا استوى وكل حاجه زي العسل. وزي ما شايفين كده طبعا فيها صوص كده، لسه فيها صلصه كتير. هدخلها الشوايه تاخد لها وش كده، واديها غلوه كده من تحت شويه عشان تاخد كده ريحه الفرن. وبعد كده هنطلعها بقى ونشوف شكلها الشكل النهائي معانا. ريحتها من قبل ما ادخلها الفرن تحفه، هي كده استوت وبقت زي العسل، بس انا حابه ادخلها الفرن عشان تاخد كده ريحه الفرن وتاخد وش كده ولون من فوق. هدخلها الفرن ونطلعها ونشوفها بقى شكلها النهائي وادي شكلها النهائي بعد ما طلع من الفرن. اخدت وش حلو وفيها صوص، مش ناشفه يعني متهيأ لكم ان هي ناشفه، لا، فيها صوص من جوه وطعمها تحفه، دايبه دوب كده، لسان العصفور دايب. ده من احلى الوجبات المحبوبه على قلبي، وجبه تحفه، طعمها تحفه، ما ياخدش 10 دقايق معاكي، اكله سريعه ودايبه كده وجميله جدا. تعمليها باي نوع لحوم، باي حاجه متوفره عندك تعمليها كانها بيتزا بالظبط، يعني نفس الاضافات اللي احنا بنضيفها في البيتزا بالظبط. ريحتها ريحه بيتزا، بس اختلاف طبعا، شلنا العجينه ضفنا لسان عصفور، لسان العصفور كمان مدي ريحه وطعم تحفه. هدوق معاكم يا سيدي على الجمال، حاجه كده عظمه، دايبه دوب، ريحه وطعم تحفه، من احب الاكلات اللي على قلبي. مكوناتها موجوده في كل بيت. تتعمل في 10 دقايق. زي ما شايفين كده بيبقى فيها صوص كده عشان بتاخديها كده زي ما هي على الرز، لازم تتعمل جنبها رز ابيض، يتعمل جنبها احلى طبق رز ابيض. دي الأكلة المنجزة، مسميها الأكلة المنجزة، في 10 دقايق تكوني عملتيها. صاحية متأخرة تعبانة جاية متأخرة من الشغل، كنت في مشوار، عايزة أكلة سهلة وسريعة، طعم وريحة تحفة. حاجة كده جميلة، بتتعمل بأي نوع لحوم متوفر عندك، يعني بأي حاجة متوفرة عندك بتعملي بيها. أكلة حلوة جدا سريعة مش مكلفة سهلة تحفة. طعم وريحة حاجة كده جنان، حاجة كده خيال. يا رب النهارده الوصفه تنال اعجابك، جربيها بنفس الطريقه ان شاء الله تنال اعجابك. لو عجبتك الوصفه بتاعت النهارده اجري بقى جربيها ان شاء الله، لو هتعملي كميه قليله جربيها وان شاء الله هتنال اعجابك. ولو عجبتك اكتبي لي في التعليقات انك انت عملتيها وعجبتك، وسيبي لي دعوه حلوه كده من قلبك يا ستي الكل.
لو عايزين وصفات سريعة وسهلة ومنجزة وحاجة كده على قد ايدينا، اكتبوا لي في التعليقات، اعمل لكم كل فترة والتانية اكلات على قد الايد، حاجة كده سهلة وسريعة تتعمل في 10 دقايق. اكتبوا لي في التعليقات. لو وصلت لحد هنا يا ستي الكل، ما تنسنيش بقى قبل الفيديو تشتركي في القناة، ولو لسه ما اشتركتيش انزلي بسرعة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نلتقي في فيديو جديد ويوم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.